بما ان الجو بقى برد، فاحنا محتاجين اكلة شتوية حلوة كده وجميلة، وكمان تدينا طاقة. هيبقى هنعمل ايه؟ هنعمل المفتقة او الحلبة بالعسل. حلوة جدا ومفيدة للاولاد، تديهم طاقة كده وهم رايحين المدرسة الصبح او قاعدين بيذاكروا. يلا بينا نجهزها بسرعة. هنا محتاجة معايا 2 كيلو من العسل الاسمر، ومعايا كوباية من السوداني، وكوباية من السمسم، وكوباية من زيت يكون طعمه حلو، وكمان معايا نص كوباية من الدقيق، وهحتاج عصير ليمونة. ودي حلبة المرة العادية بتاعتنا مطحونة، جايباها من عند العطار جاهزة، مستخدمة 3 معالق كبار من الحلبة المطحونة. ودي نص كوباية من الحلبة المحوجة، برضو جايباها من عند العطار، قولوا له عايزة الحلبة المحوجة، هو عارفها فيها طعم كده حلو هما بيبقوا عاملينه. دي كده كل المكونات بتاعتنا. يلا بينا بقى نجهزها. اول حاجة هتحضري معاكي حلة تكون اكبر من المقدار اللي انتي هتعمليه، علشان ما تفرش وتطلع بره الحلة، فيبقى الحلة معاكي غويطة وكبيرة. حطيت هنا كوباية الزيت، واستنيت لما الزيت سخن، نزلت بنص كوباية الدقيق، انا بنخلها عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات ولا فيها اي حاجة. وكمان الحلبة لما هاجي احطها هكون نخلاها، ضروري ان انتي تنخلي الحلبة علشان بيبقى فيها لسه قطعة كده مش مطحونة، فما تبقاش طعمها مش حلو انتي بتاكليها. بقلب كده الدقيق شوية اتحمص معايا شوية، رحت نزلت بالسمسم، وبعد السمسم ما اخد لون شوية رحت حاطة الحلبة، وبعد كده هحط الحلبة المحوجة. انا بحمص فيهم شوية، بخلي الدقيق ياخد لون كده عشان ما يبقاش طعمه ظاهر، والسوداني السمسم كمان يتحمص. انا محطتش السوداني دلوقتي علشان ما يطرش معايا، انا هوريكم بعد كده هعمل فيه. بعد ما كله اتحمص معايا وبقى اخد اللون الذهبي الحلو كده السمسم، نزلت بالعسل. لو العسل عندك نوعه حلو وتقيل، مش هتاخد معاكي 5 دقايق على النار، يا دوبك غلوتين وتطفي عليها. لو العسل عندك خفيف، يبقى تسيبيها شوية وتعملي لها الاختبار بان انتي تحطي معلقة كده في طبق وتقسميها من النص، تعملي فيها خط بصباعك. لو سالت على بعض يبقى لسه العسل عاوز يستوي شوية. لو عملت فراغ كده وما ضمتش على بعض، يبقى كده استوت معاكي وزي الفل. انا هنا غدت اول غلوة، ومهم جدا برضو ان انتي تكوني واقفة جنبها وايدك فيها. انا كنت مهدية النار، ما تحطهاش على نار عالية عشان ما تتلسعش منك، نار متوسطة، وايدك فيها على طول تقلبي فيها باستمرار، ما تشيليش ايدك منها. وزي ما قلتلكوا طالما العسل بتاعك حلو وجايباه من مكان موثوق فيه وتقيل كده، ما خدتش معايا اكتر من 5 دقايق. اول غلوة ودي تاني غلوة، هي بقت معايا حلوة جدا. اما خلاص هطفي على النار، رحت عصرة الليمونة. الليمونة دي كمادة حافظة للمفتقة معانا. قلبتها كده تقليبة، وهطفي بقى النار. السوداني انا ما حطيتهوش في التحميصة الاولانية عشان لو حطيته هيطرى، فانا قلبته كده في شوية زيت صغيرين، حمصته عشان هو كان ني معايا مش مستوي، واخد اللون وسبته لما برد شوية. ولما هطفي على الحلبة خلاص انا طفيت عليها، رحت حاطة السوداني. كده يفضل معايا السوداني مقرمش كده وجميل لغاية اخر معلقة فيها، يبقى حلو قوي. لكن انا لو حطيته في الاول بيطرى معايا. هسيبها بقى لما تهدى شوية كده وتبرد، احطها بقى في العلب. تقدري تحطيها في علب كده او في برطمانات ازاز، تقعد معاكي فترة طويلة حلوة جدا وجميلة. يلا بقى قومي جربيها وقوليلي ايه رأيك في الطريقة بتاعتي، ولو بتعمليها بطريقة مختلفة اكتبيلي برضو في الكومنتات. اشوفكم دايما بخير. سلام.